تتخذها الحكومة في أيام قليلة أو يعني بشكل آني للحد من هذه الحوادث. ما أهم القرارات التي يجب أن تخرج بها الحكومة بالفعل للحد من تكرار هذه الحوادث؟ بصي حضرتك، احنا عملنا مؤتمر دولي للسلامة على الطرق الأسبوع الثاني من شهر مارس، وقدمنا كل الحكومة المصرية ولمعالي رئيس الوزراء، والكلام ده موجود على حسابه والحلول موجودة، ولا يوجد يعني نعم الحلول موجودة. احنا عايزين الإرادة السياسية وآلية تفعيل الحلول. الحلول هي ليست المشكلة في الحلول، المشكلة الرئيسية في وجود الإرادة السياسية وآلية تفعيل الحلول. وأول شيء في الإرادة السياسية، والكلام ده اتعمل في كل دول العالم المتقدمة بما فيها فرنسا واليابان. فرنسا فرانسوا ميتيران واليابان رئيس وزراء اليابان كانوا على قمة الهرم الجهاز اللي مسؤول عن موضوع الحوادث المرورية نتيجة لأهمية هذا الملف. احنا بنطالب معالي رئيس الوزراء ومعالي رئيس الجمهورية بأن يكونوا على قمة الهرم الذي هذا الجهاز الذي سيتولى إن شاء الله القضاء على هذه المشكلة أو الحد منها إلى الحد. احنا داخلين في عهد جديد، ولا بد ان احنا نهتم بهذا الموضوع اعلى اهتمام. والخبرات الدوليه كلها بتقول ان النتيجه لتفرع الجهات المسؤوله عن هذا الملف يجب ان يكون على قمه الجهاز المسؤول عن هذا الملف شخص على درجه عاليه، سياسي على درجه عاليه، اما معالي رئيس الوزراء او معالي رئيس الجمهوريه. ده اول حل، وده الحل الجذري اللي انا بقوله. وهذا الجهاز يعطى جميع الصلاحيات في جميع الوزارات المعنيه، من وزاره الصحه، وزاره التعليم، وزاره الصحه الاسعافات، وزاره التعليم تعليم اطفال المدارس من المهد، المنظومه المروريه، جهاز الشرطه، وزاره النقل. كل هذه الوزارات المعنيه تقع ويعطى هذا الملف الاهتمام الكافي. وزاره الماليه في الميزانيه الكافيه. يجب يا جماعه، احنا بنتكلم على ناس بتموت، ارواح بشر. صحيح. احنا ما بنتكلمش على عربيه اتكسرت مثلا في خساره ماديه، لا، ده احنا بنتكلم على خساره بشريه. صحيح. النهارده في عندي كام اسره هترجع بدون عائل؟ كام اسره مصريه النهارده هتعيش حياتها ازاي؟ انت عارفه حضرتك النهارده في دول الغرب عملوا دراسه، اكتشفوا ان البين جريف اند سفرنج، المعاناه اللي بتحصل لاسر الضحايا بعد الوفاه بتفضل معاهم طول عمرهم. صحيح. الام اللي فقدت ابنها والولد اللي فقد ابوه او امه، دول هنعوضهم ازاي؟ يعني رحم الله الجميع. وكما نوهت دكتور خالد عباس الخبير الدولي في السلامة المرورية، شكرا جزيلا لك. وكما أنت تؤكد على أهمية هذا الملف يكون على قمة الأولوية والتعامل معه بشكل علمي صحيح، وليس فقط الاهتمام في هيئة تصريحات أو ما شابه. أتوجه مرة أخرى للمهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية للسلامة المرورية. أرحب بك مجددا مهندس عادل. يعني هل تريد أن تضيف إلى ما قاله دكتور خالد؟ ولكن سأعود إليك بعد قليل. مهندس عادل، معنا على الهاتف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. أرحب بك سيادة اللواء وتعزينا في ضحايا حادث اليوم. يعني هل تكشفت أي تفاصيل حتى الآن سيادة المحافظ وعن حالة المصابين أيضا؟ لا، بس أنا الأول بس عايز أوضح كم نقطة كده قبل ما أتكلم. يعني احنا طبعا هم عدد الضحايا هم 33 حتى الآن وليس 38. نعم. دي أول حاجة. ثاني حاجة هم ضحايا وشهداء مش قتلى، عشان برضه حضرتك اللي على التتر موجود قتلى، هم مش قتلى. وبعدين الطريق شرم الشيخ ده طريق محترم جدا وتم توسعته ومعمول له طبعا توسعة طبعا الطريق يمين وشمال، وهذا الطريق نادرا ما يحصل عليه حوادث. هو الحادث سببه رعونة السائق. رعونة السائق، واحنا على فكرة الاثنين سائقين موجودين عندنا وتم استجواب واحد والثاني لسه حالته لم تسمح بالاستجواب وتم بتر ذراعه اليسار. السواق اللي تم استجوابه رجح ان يكون هناك يعني تغفيل او غفل السواق فدخل في الاتوبيس الاخر، مما ادى الى يعني كثرة عدد الضحايا. وحضرتك طبعا الضحايا بصراحة يعني كانت الحادثه فظيعه ومؤلمه جدا. يعني صحيح. رحمه ده بسبب الطريق، مش بسبب الطريق ده. سيادة اللواء، يعني الطريق هو وفقا لاحد المسؤولين في هيئه الكباري بان هو 4 حارات بالفعل، ولكن به كثير من المنحنيات وده صعب ان هو يكون طريق مزدوج.
هو المنحنيات في اخر 15 كيلو من الطريق في اتجاه شرم الشيخ، دي المنحنيات الكبيره ونادرا برضو ما يحصل فيها حوادث. انما هي الحوادث حصلت في الطريق الستريت اللي كان الطريق سريع، السريع المستقيم سرع فيه السرعه ويبدو انه غف فدخل في الاتوبيس الثاني. انما عايز اقول لحضرتك احنا طبعا طالبنا ان كل الطرق في جنوب سيناء تبقى مزدوجه حارتين، وسيد وزير النقل صدق لنا على النفق راس سدر، ده مرحله اولى. المرحله الثانيه هيبقى من طور شرم ان شاء الله هتبقى برضو مزدوجه. عايز اقول بس ان احنا يعني في برضو موضوع لفت نظري، هو ان في على النت هيبقى في هل هذا عمل ارهابي او عمل او حادث مروري. الكلام ده اصلا المفروض انه ما يتقالش خالص. يعني سياده اللواء معلش هذه عليه تمام تعليقات الميمواطنين وتاتي على الهواء مباشره ويتم يعرفوا ان اي كلام من ده بيسيء للسياحه وبيسيء يعني الناس بتتككك لنا. انا قاعد هنا بقالي فتره وعارف، ونحن هنا لنرد، يعني هذا اراء مواطنين واحنا واجبنا نرد عليهم واطمن الشعب المصري كله. ده عمل يعني حادث مروري وعايز اقول لحضرتك ده نتيجه خطا ورعونه السائق. احنا بنضم صوتنا لصوت الدكتور اللي قال ان الشركات برضو الشركات اللي بتعمل في هذا المجال صحيح. ان تنتقي السائقين ويكون هناك رقابه دوريه وما تشغلهمش اكبر من ساعات العمل اللي المفروض ان هم يشتغلوا بيه. يعني ده حل للمشكله. انما انا مش يعني بقول يعني وصلت الفكره تمام. شكرا للتوضيح سياده المحافظ، نتمنى على الله السلامه للجميع. سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، شكرا لوجودك ولهذه المداخله التوضيحيه. اعود مره اخرى للمهندس عادل الكاشف رئيس الجمعيه المصريه للسلامه المروريه. اهلا بك مهندس عادل. يعني تعليقك على ما تم طرحه مع الدكتور خالد قبل مداخله سيد المحافظ وما يمكن أن تضيفوا إلى الحلول الآنية التي نحتاجها من الحكومة التي أعلنت أنه بالفعل هناك قرارات آنية مؤثرة ستتخذ. ماذا يجب أن تكون طبيعة هذه القرارات الآنية؟ والله يا حضرتك أنا طبعا برضو كل الكلام اللي قاله الدكتور خالد عباس بصفته خبير يعني ما حدش يقدر يعقب عليه. والسيادة المحافظ يعني ما هم العملية مش عمليه 33 و38 خليهم 30 يعني العمليه يعني اخبار. المهم حضرتك انا يعني هو سياده المحافظ بيقول سبب الحادثه رعونه السائق، وهو رعونه السائق حضرتك ما انا عندي في اجراءات طالبنا بيها قبل كده لعربيات السياحه والعربيات اتوبيسات النقل العام ان يتحط فيها صندوق الاسود وفي جهاز لتقييد السرعه، وعايزين اكثار من الكمائن المروريه. الطرق والكباري الحقيقه قايمه بواجبها نحو تجهيز الطرق بالخطوط البيضاء والعواكس الارضيه والعلامات الارشاديه. ده دورها. الطرق في مصر حضرتك مش عايزين نلقي عليها اللوم بتاع الحوادث، لان ما تتسببه الطرق بالنسبه للحوادث لا تزيد عن 2-3%. يعني أنت مع الرؤية بأن الخطأ البشري أو القائمين على السائقين هم الخطأ البشري عندي ده نمرة واحد حضرتك، لأن أنا النهاردة لازم أهتم بيه. صحيح. أنت عند حضرتك إجراءات منح الرخصة في منتهى السوء اللي في الدنيا. حضرتك الكشف الطبي اللي بيتعمل على سواقين النقل حضرتك وسواقين العربيات بعربيات السياحة في منتهى السوء اللي في الدنيا. أنا عايز النهارده انا ايش دراني الراجل ده جات له مثلا نوبه سكر ولا عنده ضغط ولا فما فيش عندي اعاده. انا برجع بديله رخصه 10 سنين بيقعد 10 سنين. انا خلال 10 سنين ديت انا مش عرفني هو جرى له ايه. صحيح. لازم كل سنتين على الاقل لازم اطمن ان الراجل اللي هو انا حطيته مسؤول ده يكون صحيح. انه يقعد على عجله القياده. نقطة هامة جدا باشمهندس عادل، فكرة اختيار السائقين والكشف الدوري على حالتهم الصحية وان هم مؤهلين للقيام بهذه العملية ولا يكون الترخيص لمدة 10 سنوات تتغير فيها الحال. شكرا لك مهندس عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية للسلامة المرورية. شكر موصول دكتور خالد عباس الخبير الدولي في السلامة المرورية كان معنا، وايضا بالطبع مداخلة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد
فودة. نعود مرة أخرى لتعليقاتكم وما ورد من تعليقات من المشاهدين والمتابعين لنا على صفحتنا على الفيسبوك. نعود إلى أسماء حسن وماذا لديها من هذه التعليقات. إليك يا أسماء. نعم مي، ما زالت التعليقات والمشاركات من بعض المتابعين للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ترد إلينا حتى هذه اللحظات بشأن موضوع حلقة اليوم. ونبدأ معكم مع أسماء سامي، تقول في طي رسالتها: هو أكيد في أخطاء أشخاص وعيوب في الطرق، مش سبب واحد، لكن إن شاء الله بعد التصليحات اللي في الطرق ما يبقاش في حوادث. أيضا يشاركنا بالرأي علي داعش، يقول: لابد من الكشف لسائقين بشكل دوري. أيضا يشاركنا بالرأي مصطفى درويش، يقول في طي رسالته: لم يتم تطوير هذه الطرق منذ أن تم افتتاحها من قديم الأزل، عندما كانت تمر عليها سيارة واحدة أو بضعة سيارات على مدار اليوم، ولكن اليوم زادت كثافة حركات السيارات. عموما الحل بسيط جدا، على سبيل المثال تطوير الطرق وزيادة الحارات ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة ووضع الفواصل الحديدية بين الاتجاهين. أيضا تشاركنا بالرأي منى وادي، تقول: تزويد الطرق برادارات ثابتة ومتحركة لإحكام السيطرة على قائد المركبات وتغليظ الغرامات. أيضا يشاركنا بالرأي مصر أفندي، يقول: الحل الأمثل لكل حوادث الطرق واختناقات المرور هو غزو الصحراء وإنشاء المدن والطرق الجديدة. ولحسن الحظ لقد بدأت الدولة فعلا بإنشاء تلك الطرق بتعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإلى الأمام. أيضا يشاركنا بالرأي ثروت سيد، ويقول: السبب الرئيس هو عدم وجود عدد كاف من رجال المرور وعدم وجود لوحات إرشادية بدرجة كافية، إضافة إلى تهالك الطرق وعدم صيانتها، وأخيرا خطأ العنصر البشري. كانت هذه المجموعة الثانية من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم. وأنوه مرة أخرى أن كل هذه التعليقات التي ترد إلينا على موقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن كل آراء المصريين، وإنما هي عينة عشوائية لبعض المتابعين للبرنامج من المصريين. إليك مي. شكرا لك أسماء. إذا متواصلون معكم في مناقشة هذا الموضوع. بعد استعراض بعض التعليقات نعود مرة أخرى إلى المداخلات الهاتفية مع المختصين والمهتمين بهذا الموضوع. معي في هذه الجولة الأستاذ رامي فهيم الخبير الاقتصادي، والأستاذة صفاء سيد أستاذ تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ أيمن حسن رئيس الحوادث بجريدة النهار. أبدأ معك أستاذ رامي فهيم الخبير الاقتصادي. يعني أرحب بك أولا أستاذ رامي. بالطبع الخسائر البشرية يعني لا تقدر بالمال، ولكن لما نتحدث عن الخسائر الاقتصادية، الجانب الاقتصادي في حوادث الطرق قدرت من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العامين الماضيين ب 17 مليار جنيه. يعني كيف ترى هذا الموضوع وما هي المشكلة من ناحية الاقتصادية في منظومة الطرق في مصر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا عندنا مشكلتين، مشكلة مباشرة ومشكلة غير مباشرة. المشكلة المباشرة احنا هنتكلم درجة أولى عن 17 مليار جنيه اللي احنا فقدناهم. طبعا 17 مليار جنيه دي كمان الأرقام الأولانية. شوفي حضرتك يعني الخسائر الأولانية في اللي احنا مضطرين ان احنا نعوضهم ب 17 مليار جنيه تانيين عشان نشتري عربيات زيهم يعني. إنما المشكلة الغير مباشرة أكبر، لأن احنا في المرحلة الحالية ايه هي الطرق؟ الطرق دي واحد استخدام لنقل المركبات سواء الاشخاص او البضائع. صحيح. فاحنا عندنا اوريدي في المرحله الحاليه في مشكله في الناحيه الامنيه، فبالتالي ناس كثيره جدا مضطره انها يا اما يعني بتوقف التجاره دي، يا اما في ناس كتير بيضطروا يستنوا القطارات. انا كان لسه في حد جاي لي من اسوان الاسبوع اللي فات قال لي ما عنديش تذاكر غير يوم الخميس اللي هو امبارح، واضطر يشتري تذكره من السوق السوداء ب 200 جنيه، فاصبح خلقنا سوق سوداء ومشاكل. اذا بنفقد جزء من التجاره كتير جدا في المرحله دي، رغم ان احنا عمالين نقول عاوزين النقل النهري وعاوزين النقل صحيح. البحري يشتغل والكلام ده كله، فافقد النقل البري كمان دي مشكله كبيره. واحد الطرق اللي بتوصل مصر كلها، يعني انا عندي 1000 كيلومتر لغايه اسوان مبدئيا، فالطريق ده كله مهم جدا بالنسبه لي، فانا بخسر التجاره بتاعت 1000 كيلومتر مباشر. اثنين، انا عندي مشكله ثانيه، السياحه.
انا النهارده بحاول اوصل للناس فكره ان احنا بلد امن وامان، وان احنا عدينا من الثوره بس فيها مشاكل وبنخلص على المشاكل الامنيه. وابداوا تعالوا، السائح يهمه جدا حاجتين، ان هو يشوف يرتاح ويتبسط في المناظر الطبيعيه او سياحه غوص او سياحه ايا كان هو السياحه التاريخيه او كده. واثنين ان هو يحافظ على نفسه امن وامان وكده. يعني احنا اول ما ابتدينا التحرش الجنسي والكلام ده قمنا بقومه كبيره جدا على الموضوع ده عشان ندي يعني طبعا كحاجه اجتماعيه لينا، انما عشان ندي الامن والامان للسائح لما يجي، لان السائح عاوز يتفرج. مصر كلها مليانه اثار من كل النواحي. فانا ما اقدرش النهارده ان انا اقول له الطرق بتاعتي غير امنه، فبالتالي انت مضطر انك تروح الحتت اللي فيها بالسيارات فقط وكده. طبعا ده ما ينفعش. يبقى انا كده يعني من ناحيه بكسر جزء كبير طب جدا. استاذ رامي، عذرا المقاطعه، يعني فكره صيانه الطرق، والبعض يتعرض لفكره تصميم اصلا الطرق فيها مشكله، هل هذا جانب عدم متابعه وربما اهمال من المسؤول، ام التكلفه الاقتصاديه تفرض نفسها على المعادله؟ دي فعلا ترجع لهيئه الطرق وكده. احنا عندنا مشكله كبيره تتضح اكتر. ليه كل شويه كل سنتين ثلاثه بنقعد نعمل اسفلت من اول؟ اذا في مشكله هنا فيما يخص يعني حجم الاسفلت اللي بيتحط، نوعيه الاسفلت يعني مشكله كبيره في الشركات اللي بتتقدم فيها المناقصات. وفي تلاعب كان يمكن في الفتره اللي فاتت. اتمنى ان احنا بعد ما عدينا فيه من 3 سنين اللي فاتوا دول، ومع وجود الرئيس الجديد، ان احنا نبدا يعني نتحكم شويه. يعني بالطبع هي قضيه هامه وعلى قمه الاولويات، او لو لم تكن موجوده يجب ان تكون الان على قمه الاولويات. شكرا لك. احنا عملنا طرق ممتازه. يعني احنا دلوقتي لما نتفرج على الطرق اللي عملها الجيش فيما يخص طريق العين السخنه وطريق الكريمات، بس يصل لغايه اسيوط فقط. طرق رائعه صحيح. يعني وحارات واسعه والاسفلت كان مظبوط. يعني معنى ذلك احنا قادرين. فبالتالي اذا كنا بنعمل طرق سيئه وطرق جيده، يبقى المشكله عندنا احنا، مش مشكله ان احنا عدم معرفه. هنا دي اعتقد ترجع للمسؤولين، والهيئات دي لازم تبدا تتحاسب، وكل طريق يكون فيه يعني ويكون فيه محاسبه، مش مجرد عدت فاحنا نبدا نعمل صحيح. من الاول. ده الرخيص المحاسبه يعني ووضع الخطه الشامله التي تشمل كل بقى الهيئات الاصغر تحتها، تكون هي منوط بها هذه المسؤوليه. الاناره صحيح. مهمه جدا بالنسبه لنا بالليل. صحيح. يعني احنا في المرحله الحاليه كنا بننادي بالطاقه الشمسيه، الحمد لله ابتدينا ندخل في موضوع الطاقه الشمسيه. لازم اناره بالكامل تكون بالطاقه الشمسيه. احنا في طرق كتير جدا بيمشوا في ضلمه. الجزء بتاع شرم الشيخ والعين والغردقه وكده فيها صحيح. نقاط كثيره استاذ رامي. يعني عندما يفتح الملف ستثار، بس يفتح الملف اولا وتثار مثل هذه النقاط، وان شاء الله تحل. شكرا لك استاذ رامي فهيم الخبير الاقتصادي. اتوجه للاستاذه صفاء سيد وهي استاذ تكنولوجيا المعلومات. ارحب بك استاذه صفاء. يعني هل عندما نتحدث عن الاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والتطور في الطرق، هل لي مجال عندما نتحدث عن الطرق في مصر؟ نعم. تفضلي يا استاذه صفاء. حضرتك بالنسبه لقواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا القمر الصناعي هي من اهم الاشياء اللي المفروض نستعين بها في الوقت الحاضر، وذلك لان روح الانسان وارواحهم لا يقدر بثمن. الحاجه الثانيه ان احنا زي ما تفضل الزميل في الاشاره السابقه ان في لابد ان نتاكد الاول من الطرق. ممكن تكون الطرق ممهده ولكن في بعض الاشياء تنقصها، لان في معايير ومواصفات عالميه قياسيه. منطقه شرم الشيخ تحديدا هي منطقه سياحيه بتجلب كل السائحين وكل العلماء حتى من الخارج، وبالتالي لابد ان نتاكد من الارشادات، وهل هي مركبه ومظبوطه ووفيه ولا لا؟ هل الاناره موجوده ولا لا؟ هل قواعد البيانات والمرور مصور بالقمر الصناعي وعند الاداره العامه للمرور مثلا وهم قاعدين في مكانهم ان هم يقدروا يتابعوا، وده سهل جدا على فكره بالشوارع. يا ترى السائق دوت حتى لو كانت خطا سائق، هل السائق يشتغل ساعه في اليوم وهل هو واحد ولا اثنين؟ هل في واحد بديل؟ احيانا في الفتره دي بيكون مثلا بيشتغلوا بيسهروا بيخرجوا، وبالتالي ممكن يحصل غفوه. مهم جدا في تكنولوجيا المعلومات ايضا ان احنا نراقب السرعه وعدم تخطيها. صحيح. وان طالما ان هي زي ما في الحق
الاتوبيس تبع شركه سياحيه، فمن السهل جدا ان هي طبعا اللي يكون لها كارد ميكانيكي كده من اول ما تطلع عشان يترخص سواء للسائق او للاتوبيس، ان اكون متاكد من عدد السرعه بتاعته وسلامته. طب استاذه صفاء، يعني عذر المقاطعه، هل احنا في مصر ينقصنا النو هاو او هذه التكنولوجيا اصلا، ام هي تكلفتها ليس بالعاليه بس هو يعني ان نهتم وان نطبقها؟ لا حضرتك لم يطبقوها، لان ممكن احيانا في روتين واحيانا لانفصال التعامل ما بين الوزارات. يعني وزاره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منفصله تماما عن وزاره الداخليه في بعض الاحيان، رغم ان مثلا في حاله شركه السيارات احيانا مثلا تكون عربيه مسروقه، فاحنا بنشوف بعض العربيات بنشك فيها واحنا على الطريق ان هي بتكون برقم كده غريب وتقعد تتخلل وبسرعه جدا وكده. طب ليه ما يكونش في خط ساخن ان اي مواطن ممكن يتكلم والله في عربيه قدامي كذا كذا انا شاكك في امرها، لان دي ممكن تسبب في الحادثه تتخلل بين الطرق. طب لما تيجي تبلغي حضرتك الشرطه او تبلغي المسؤول، ازاي تبلغيه وازاي ياخد اجراءات وازاي يتاكد ان البلاغ مش وهمي؟ يبقى لابد يكون عارف تكنولوجيا، لازم ان هو يكون في تعاون ما بين الجهتين، ويكون في قواعد بيانات وتدريب ايضا للشرطي او الاستعانه ببعض الناس اللي تقدر تستخدم في المراقبه الشاشات من بعد الاقمار الصناعيه، الشبكات، قواعد البيانات، حاجات كثيره جدا ممكن نستخدمها. شكرا لك استاذه صفاء سيد، وانت استاذ تكنولوجيا المعلومات. اذا المعلومه موجوده، التكنولوجيا موجوده، ولكن يبقى التنسيق بين الوزارات المختلفه للاستفاده بمثل هذه الامكانات. معنا الاستاذ ايمن حسن رئيس الحوادث بجريده الصباح. اهلا بك استاذ ايمن، يعني ارحب بك. وهل من تفاصيل جديده حول حادث اليوم؟ ويعني بطبيعه الحال انت ترد اليك حوادث كثيره خاصه الطرق. اولا برحب بحضرتك يا استاذ مي، وبرحب بالساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك. اولا اتقدم بالاعتذار كانوا من الاجانب او المصريين. طبعا الى الان 32 حاله وفاه، بينهم أربع جنسيات مختلفة من السعودية وأوكرانيا وتونس والمغرب، والباقي طبعا كلهم مصريين. هناك 41